السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. كل سنه وانتم طيبين. زي ما قلت لكم انا عامله مفاجاه في الصاله، تعالوا شوفوا بينا عملنا ايه. بس ما تنسوش اول مره تتفرجوا عليا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا نشوف عملنا ايه. زي ما قلت لكم احنا بقى عملنا مفاجاه في الصاله. انا غيرت الصاله خالص. بصوا يا جماعه، انا كده الصاله عندي استاذ ابراهيم ما كانش سايب فيها حته، مش عامل لي فيها رسمه، ولا عندي ولا عند ماما تحت بصراحه. يعني الواد قايم بواجب بزياده. بصوا المنظر. اكيد كلنا عندنا كائن في البيت ملوش حل كده. بصوا السقف كان عندي برضو مقشر من فوق كده. مش عارفه ده تأثير ايه، مع ان انا مفيش حاجه فوقيه، يعني انا فوقيه سطوح. وانا شفت كده، كنت شايفه شكل على النت اللي هو بالورق السيليستين دوت. دي فروع يا جماعه بتتباع من عند الموال. الفرع عندنا هنا في كفر علو ب40 جنيه. معرفش بقى في اماكن تانية بكام. ده الاستاذ طبعا ابراهيم هو اللي مخلص الصاله يا جماعه، او هو اللي مدمر الصاله. الفرع ده بتجيبيه وبتلزقيه بماده اسمها السيليكون، او لو ما عندكيش سيليكون بتجيبي مادتين كده على بعض، بتحطيهم على بعض وتدهنيه. على فكره ممكن اي ست تعمله، والله ما صعب. طب بس محمد وعماد ربنا يبارك لهم، هم طبعا اللي عملوا الصاله. هي ما تساعد محمد كتير، بس محمد يعني بدأ يدهن هو لوحده بقى، وصير فيها لحد تاني يوم الصبح تقريبا. بصوا بقى، ده كده عماد بيلزقها، ومحمد مساند معاه الفرع بتاع السلستين. الفرع ده 2 متر و40. يعني لو انت عايز تعملي اي حاجة او تجديد اي حيط عندك سهلة مش صعبة. والمقص اللي بتقصي بيه اسمه مقص صاج. انا كنت بشوف فيديوهات بتقولك ايه، انا جوزي خرج وانا غيرت الشقة. انا فعلا صدقتها، لان الفروع سهلة انك تلزقيها، وسهلة انك تحطيها على الحيطة. يعني ممكن تغير الشقة. نزلي جوزك وغيري الشقة واتكلي على الله. بصي كده، المكتبة دي كمان كانت عندي موجودة في الصالة، لو كنت خدتوا بالكم قبل كده من الفيديوهات كنت هحطها وهدهنها لون تاني، بس بصراحة ربنا الركنة ما كانتش محتاجة حاجة معاها. هتشوفي الركنة دلوقتي حاجة ايه. بصوا بقى، ده الشكل الاخر. بتلزقيه، وبعد ما تلزقيه بتجيبي اللزق دوت وتحطيه على الحيطة عشان خاطر يمسك فيها كويس. اهو. بصوا الحيطة، السقف كان مقشر خالص كده. محمد كان بيدهن بس مكانش عايز يصور. وده الشكل النهائي. انا عايز اقول لكم ان انا فرحت جدا بمجرد ان الشكل ده خلص. تخيلوا بقى لما الركنه جت كنت عامله ازاي. اللهم بارك، ايه الحلاوه دي يا جدعان، دي ركنتي. بص الركنه دي، الركنه انا عاملاها عند واحد عندنا هنا في كفر العلو برضو. ده بديل السجاد، مش السجاده دي، بديل السجاد يا جماعه. وجايبه مشايه برضو نفس الشكل، بس ما كنتش فرشتها لسه. الحته دي بتتفتح سرير. انا عاملاها سرير يعني عشان لو ضيف جه ولا حاجه يبقى في مكان تاني الواحد يبات فيه. بصوا كده، قولوا له ايه رايكم بالله عليكم. مش جامده؟ ومفرش وشغل عالي. المفرش انا كنت جايباه للمكتبه، بس طبعا لما نزلت المكتبه فما مش هينفع اسيبه، لازم نستغله. جاي ست مصريه لازم تستغل كل شيء. اهو. الحيطه مع الركنه، والركنه فيها الفروع الستيلستين دي جامده برضو. يلا لو انتوا اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم رمضان، اشوفكم على خير ان شاء الله.